السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو غنشوفوا جديد المنتخب الوطني، الاخبار اللي كاينه هاد الايام، وغنشوفوا كذلك فين وصل المنتخب في تحضيرات المباراه اللي عندنا مع تنزانيا، التصفيات المؤهله لكاس العالم، وكذلك الخبر اللي علّته الجامعه على انسحاب إريتريا. غنتطرقوا لهاد التفاصيل كامله في الفيديو، بقاو معنا. وغنبداو اولا بالمباريات اللي عند المنتخب الوطني في التوقف الدولي، واللي غيكون عندنا فيه ماتش واحد بحكم انسحاب إريتريا من التصفيات. الماتش اللي غيكون عندنا مع منتخب تنزانيا في ارضهم دار السلام، اللي ما غيكونش سهل امام منافس اللي كيتعتبر هو المنافس المباشر لنا في هذه المجموعه بحكم ضعف المنتخبات الاخرى. واخا هكاك لازم علينا نخوضوا المباريات اللي عندنا بحذر وما نحقروش الخصوم ديالنا بطبيعه الحال. بالنسبه للمباراه الثانيه اللي كانت غتكون عندنا، اللي كان من المقرر تلعب في ملعب أدرار بأكادير، راه كما ذكرنا سابقا المنتخب ديال إريتريا انسحب لبزاف ديال العوامل، بحال الضعف المادي اللي كان كيعاني منه الاتحاد الإريتري لكرة القدم، وكذلك عندهم مشاكل كثيرة لا علاقة لها بكرة القدم، بحال مثلا اللاعبين عندهم كيهربوا، واللي صراحة الكاف من الأول ما كانش عليها تحط منتخبات اللي ما عندهمش شروط، أو بالأحرى دير شروط اللي ما كيحترمش هاد الشروط بلا ما يبقاو يطيحوا بحال هاد المشاكل، بحيث لا يعقل منتخب يمشي يشارك مسابقات قاريه اللاعبين كيحرقوا ليه. على العموم هذا كان غير قوس فتحناه اللي ما تقدرش ما تدويش عليه حيت كيثير الاشمئزاز. نرجعوا لموضوع الحلقه. وليد كان استدعى جواد اليميق وبنيامين بوشواري للمنتخب مكان أجرد وأوناحي بداعي الاصابه، حيث في اخر ماتش لأجرد في الدوري الانجليزي كان تعرض للاصابه، واضطر وليد يستدعي مكانه جواد اليميق باش يعزز من دفاع المنتخب الوطني اللي غيكون معاك والمن يونس عبد الحميد وغانم سايس وكذلك عبد الكبير عبقار. اما بخصوص أوناحي راه حتى هو عنده اصابه في الظهر ديالو، وكان الطاقم الطبي ديال المنتخب من مور ما جا أوناحي للمنتخب شخصوا الاصابه ديالو، وتم التاكيد على ان الاصابه ما يقدرش يلعب بها التوقف الدولي كامل. داكشي علاش عيط بوشواري بلاصتو، كنتمناو الوالد يعطيه فرصه ونشوفوه في المنتخب حكم شفناه مع الاولمبي وكان من احسن العناصر فيه. نتمناو يعطيه فرصه كما دار مع العزوزي ويثيق فيه حتى هو ونشوفوا المستوى ديالو. وليد الركراكي اختار انه يلعب غير مباراه واحده، حيث كما اشار هو انه كل المنتخبات عندها مباريات وما كاينش مع من يلعب، وقال انه من الافضل يدير تربص اعدادي مغلق ويخدم مع الفرقه على الافكار اللي بغى يطبقها قبل كاس افريقيا، وهذه حاجه اللي مزيانه. نتمناو التوفيق للمنتخب والوالد الركراكي بانهم يوجدوا لهذا الكاس اللي كنتمناو نديروا فيه شي حاجه ونمشيو لابعد دور ممكن ان شاء الله. احنا نوجدوا اون سيمين ديفيرونت بالحق باش نلعبوا ان ماتش سو سرا امبوسيبل باسكو كاين لي كاليفيكاسيون كاس العالم في الافريك كامله، دونك ما كاينش فراقي اللي يقدروا يلعبوا معاك وتورغانيزا باش تجيب فرقه. دونك ولا ما كاينش اون فير اون سيمين نورمال، بالعكس تكون مزيان عندنا الوقت باش نوجدوا كاو على الماتش ديال تنزاني و بوتيت لو فواياج شونجي لا دات دو ديبار. وغنختموا الفيديو ديالنا اليوم اللي كان فيديو خفيف ظريف على الجديد ديال المنتخب الوطني. نتمنوا تدعمونا بلايك وشي متابعه. الى اللقاء فيديو جديد.